Bienvenue mes élèves de la deuxième année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم ولادي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع الجزء الأخير من شرح الدرس الثالث في الوحدة الرابعة الترم الثاني ثالث ثانوي. تعودنا دايما في الجزء الأخير إن إحنا نشرح كيفية حل سؤال الدين والسؤال. كلام كتير، يلا بينا نبدأ على بركة الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية أحب أقول دايما بقول الجزء دوت إنه سؤال النيل لازم تبقى عارف إن هو خطبك أو يلقي عليك ثلاث أسئلة. الثلاث أسئلة دول بيبقى في صيغة المخاطب، وعليك إن أنت تجاوب بصيغة المتكلم. شيء طبيعي لما حد يقول لك سؤال ولا جاي لك سؤال، فأنت لما تيجي ترد بصيغة المخاطب ولا المتكلم. طيب تعال نشوف هنا في البلاد ديت هو مجاب عنها عشان نعرف ازاي احنا بنجاوب عليها. وعشان تجاوب عليها انت لازم تكون شفت الفيديو او من اول الفيديو الاول لغايه الفيديو الثالث. الاول اللي هو بتاع الكلمات، الثاني والثالث اللي هو بتاع الجرامير، الجزء الخاص بالجرامير. وطبعا في الدرس دوت كان هو فيديو واحد بس عن الجرامير لان ما كانش فيه دروس كتير اقدر اقسمها على فيديو. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي bonjour, je viens de regarder un bon film. Et toi? صباح الخير، انا توي متفرج على فيلم جميل، وانت؟ ده السؤال الاول. où tu vas aller demain؟ اين سوف تذهب غدا؟ السؤال الثاني qu'est-ce que tu vas faire là؟ وهتعمل ايه هناك؟ طيب اول حاجه مبدئيا كده انا قريت الثلاث اسئله، عايزك بالظبط في الامتحان تقرا الثلاث اسئله، لان لو تلاحظ حاجه انه اجابتك في السؤال الثاني معتمده على السؤال الثالث. لما بيقول لك اين سوف تذهب غدا، السؤال الثالث بيقول ايه؟ فانت هتقول سوف اذهب غدا الى كذا. طب كاسكو تو فا فير لا، يبقى لازم تبقى عارف الاختيار اللي انت المكان اللي هتختاره هتعمل فيه ايه. تعال نشوف الاجابه. اول سؤال جو فيان دو ريغاردي ان بون فيلم. اتوا؟ وانت؟ لسه مخلص او لسه متفرج على فيلم جميل، وانت؟ هقول ايه بقى؟ سالو جو فيان دو لير ان ماجازين. لسه مخلص قرايه مجله. où tu vas aller demain؟ اين سوف تذهب غدا؟ je vais aller à Alexandrie demain. سوف اذهب الى الاسكندريه غدا. qu'est-ce que tu vas faire là؟ وهتعمل ايه هناك؟ je vais nager avec les copains. سوف اعوم او اسبح مع رفقاء، مع زملاء. ادي الاجابه. وبكده لما انا كمصحح اشوف الاجابات بتاعتك بالشكل ده يبقى ما عنديش قدامي غير ان انا اديك الدرجه الثانيه. الميل اللي بعده salut, où je peux passer le week-end؟ quels vêtements je dois apporter et qu'est-ce que tu me conseilles؟ أين أستطيع قضاء الأجازة؟ ما الملابس اللي يجب ارتدائها؟ وكاسكو tu me conseilles، وإيه وما الذي تنصحني به؟ تنصحني بإيه؟ يبقى هنا بقى عكس. بص خد بالك بقى، هنا عكس. سأل سؤال بالمتكلم راح الإجابة جت بالإيه؟ بالمخاطب. أنا بقول إيه؟ أنا بوجه كلامي لحد أهو، بقول له إيه؟
أين أستطيع قضاء الأجازة، وإيه الملابس اللي يجب ارتدائها، وإيه اللي تنصحني بيه. هي دي الوحيدة اللي في صيغة المخاطب. طب نمسك سؤال سؤال. où je peux passer le week-end. هيرد عليا يقول لي tu peux passer le week-end de la mer. تستطيع قضاء أجازة على شاطئ البحر. quel vêtement je dois porter. tu dois أنت يجب ارتداء التيشيرت ايجون، يعني تلبس تيشيرت وايه وجينز بنطلون جينز. اسكو et qu'est-ce que tu me conseilles. qu'est-ce que tu me conseilles. في الدرس ده شرحنا النصيحة جت في زمن الأمر. بص على طول، ما قالش بقى أنا أنصحك بكذا، لا، قال لك mets des sandales et prends des lunettes de soleil. النصيحة ضع أو ارتدي صندل وارتدي prends des lunettes وخد معاك نظارة شمس. يبقى خد بالك هنا بقى فهمك للقواعد، ده اللي أنا لسه بقوله. سؤال توزيعي جوه الدرس، ولذلك تنصحني بإيه؟ راح تديله على طول النصيحة في زمن اللي هو الأمر، زي ما شرحناها كده واحنا بنشرح لما قلنا في مثلا توضيح رتب سريرك، أو ne te couche pas tard en retard، أو ما تصحاش بدري، دي برضه من ضمن الحاجات اللي بتتأخر البدري. طيب الميل الثالث qu'est-ce que tu prends pour aller au lycée. ماذا تأخذ؟ بتاخد إيه عشان تروح المدرسة؟ quelles sont les règles de la classe de français. وما هي قواعد اللغة الفرنسية في الفصل. quelles sont les règles de la classe du français. ما هي القواعد الفصل. ما هي القواعد بتاعت اللغة الفرنسية بتاعت الفصل. et comment est ta classe. وكيف يكون الفصل. الميل ده حلو جدا، لأنه خصوصا السؤال الثاني اللي هو quelles sont les règles de la classe de français. طبعا رجل احنا خدنا في المعاني الكلمات ان رجل في هذا الدرس انها قاعده، بما انها جمع هنا فتبقى قواعد. يعني عايز ايه اقول لك ما هي قواعد لغه، القواعد اللي بتكون في الفصل في اللغه. طيب واحد واحد كده هتاخد ايه عشان تروح المدرسه؟ ايه بقى القواعد؟ القواعد اللي مخصصه في الاستفراغاوي on doit arriver à l'heure. يجب الوصول في النحو. chaque élève répond à son tour. كل طالب يجاوب في دوره. et comment est ta classe. ma classe est grande. شوف هنا السؤال كان مخاطب فصلي يكون فيه سهل قوي. مهم ان انت واحده واحده ما تستعجلش وتجاوب عليه بشكل صح. نيجي بقى للجزء بتاع التسويق. يجي لك في الامتحان بيقول لك اكتب في احد الموضوعين انت بتختار. طيب تعال نشوف الموضوع الاولاني بيقول ايه. Tu vas passer le week-end chez tes grands-parents. Quelle recommandation ta mère te demande.
سوف تقضي الأجازة عند جدودك. ما التوصيات اللي اديتها لك مامتك؟ حلوة قوي الموضوع ده. ريكومنداسيون خدنا. شوف بص بقى كام نقطة؟ 1 2 3 5 5. راح عند جدودك فمش عايزين فضايح. فالست الوالدة راحت ماسكاك كده وقالت لك خد يا واد هقول لك ايه، وخد يا بنت اقول لك ايه. أول حاجة توصيات، يبقى كله لو تلاحظ ان هو ايه؟ امر كله. brosse-toi les dents avant de te coucher. brosse-toi، اغسل سنانك avant de te coucher، قبل النوم. fais ton lit avant de quitter ta chambre. رتب سريرك قبل مغادرة غرفتك. range bien ta chambre، رتب جيدا حجرتك. ne te couche pas tard، ما تنامش متأخر. lave-toi les mains avant de manger، اغسل ايدك قبل الاكل. منتهى الجمال، موضوع في منتهى الجمال، وتكتب بقى من الموضوع ده. طب الموضوع التاني يقول ايه؟ الموضوع التاني بيقول ايه؟ الخط شويه مش قوي، ولكن هنعمل ايه؟ هنقراه برضه. ركز بقى. Ta mère te donne quelques conseils pour garder ta chambre bien rangée. مامتك أعطتك بعض النصائح عشان garder ta chambre، تفضل غرفتك مرتبة جيدة. هتقول ايه هي النصائح اللي اديتها لك عشان غرفتك تكون جيدة. يبقى برضه نفس القصة، دون كالكو كونسي، يبقى كلها هتبقى في الأمر. تعرف على طول كده ريكومنداسيون أو كونسي يبقى في الأمر. 1 باس لاسبيراتور، اكنس بالمكنسة. 2 ne laisse pas le fenêtre ouvert، ما تسيبش لا تترك الشبابيك مفتوحة. mets tes vêtements dans l'armoire، ضع ملابسك في الدولاب. range des affaires et mets tes livres sur les étagères، رتب أشياءك وضع كتبك على الأرفف. fais ton lit avant de sortir، رتب سريرك قبل الخروج. يبقى دي النصايح اللي اديتها لك مامتك عشان تبقى غرفتك مرتبة تمام. بس الاسبيراتور أمر منفي. ne laisse pas les fenêtres ouvertes. mets tes vêtements dans l'armoire. range des affaires et mets tes livres sur les étagères. fais ton lit avant de sortir. موضوع سهل. يبقى مفيش اختلاف بس الا في الموضوع الاولاني اللي هي كالكو ريكومنداسيون. هنا قالت كالكو كورس. ده حتى الموضوع الثالث بيتكلم عن كده. يبقى اذا ده الموضوع ده مهم جدا، سواء الريكومنداسيون او الكورس. Le prof fait des recommandations aux élèves en classe. المدرس أعطى التوصيات للطلبة في الفصل. سيت أذكر 5 de ces recommandations، أذكر 5 من هذه التوصيات. أي بقى التوصيات اللي قالها المدرس؟ Ne bavardez pas en classe et écoutez bien l'explication. ما ترغوش في الفصل واسمعوا جيدا الشرح. arriver à l'heure à l'école، يوصلوا في الميعاد في المدرسة. lever la main pour répondre
une question. ارفع ايدك عشان تجاوب على السؤال. N'oubliez pas vos livres. لا تنسوا كتبكم. Respectez vos professeurs. احترموا مدرسينكم. Faites vos devoirs jour par jour. اعملوا واجباتكم يوم بيوم. حلو قوي الجمل دي. طيب واحد يقول لي ده اصعب درس عدى علينا. اقول له يا اخي اصعب درس يومي ده كلها يا ابني كلمات وشرح. حضرتك عندك حصيلة كلمات اهلا وسهلا، فاهم الشرح لان كله من اللي اتاخد في الدرس ده سواء ريكومنداسيون او كونسيل كله درس الامر. الموضوع في منتهى البساطه، طالما انت فاهم عندك كلمات جبت الكلام ده. نو بافاردي ده امر منفي. نو بافاردي دي جمع بقى. لا ما تلغوش انتم في الفصل واسمعوا جيدا. اسمعوا انتم برضه. اكسبليكاسيون. اريفي انتم. اريفي à l'école. ليفي لي مان برضه بيخاطب كل الطلبه. n'oubliez pas vos livres. طبعا فو دي عشان هنا في فو فدي صفة ملكية. كتبكم. respectez vos professeurs. مدرسينكم. vos devoirs. واجباتكم. فات. ايه بقى الموضوع؟ القصة كلها ان هو في الامر اختار لانه مخاطب فخاطب بالجمع. استخدم الفو بس بطريقه الايه الامبيراتيف اللي انت فاهمه بتاع الايه الامر. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس الثالث من الوحده الرابعه. يا اولاد كده فاضل التدريبات اللي احنا حل التدريبات اللي احنا واخدين عليها. طبعا كالعاده انا دايما بقول في كل مرحله في درس، يعني في كل فيديو احنا بنشرحه بقول ما تستناش حل التدريبات بتاعتي. انت فهمت شفت فيديو حل عليه. انا بشرح من كتاب برافو فما تستناش. بالعكس انا عايزك في حل التدريبات لما بحل تحل قبل انا اقول الاجابه. ده اللي يدل على ان انت شخص بتشتغل لان دي فيديوهات بتشتغل. خلاص يلا اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ودرس جديد. ابيان توت المون ايه